فريقية تشيلسي. ميسون ماونت أول المغادرين، ترى ليست بالقليلة. آلميرون لم يصنع هدف. نعم، منذ فترة ليست بالقليلة آلميرون لم يصنع هدف. هنا فرصة تأتي لفريق تشيلسي من أجل منقولة كرة في الطرف الأيمن، محاولة قائمة عرضية لوك منذ الأول من شهر فبراير من عام 2001. نيوكاسل في هذه الفترة كرة منقولة لمصلحة فريق تشيلسي. منقولة كرة في اليمين للبلوز، عرضية داخل منطقة الجزاء. عودة عن طريق خاليدو كوليبالي، ينقل الكرة بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى. رمية تماس لمصلحة فريق تشيلسي في هذه اللحظات. رمية جانبية شالوباب، يلعب له كرة في الطرف الأيمن، تمريرة إلى الخلف تعود مجددا لمصلحة فريق تشيلسي عن طريق خاليدو كوليبالي. ليمانيا كوليبالي ينقل كرة في وسط الميدان لمصلحة فريق تشيلسي. تياغو سيلفا يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى عكس اتجاه اللعب، وصلت باتجاه بوليسيتش، يمرر الكرة إلى بوليسيتش، تمريرة كرة قصيرة من كاي ممتازة إلى كوكوريا، فرصة واعدة لتشيلسي، عرضية لتشيلسي للتعادل، ولكن التصدي من المدافع شالوباب. ملعوبة كرة في الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة في اليمين، نقلة حكيم زياش من سيتواجد في تشكيلة الأسود المنتخب المغربي الذي نتمنى له التوفيق في بطولة كأس العالم كما هو الحال للعناب القطري وكذلك للصقور السعودية. والأمر ذات يتقدم في وسط الميدان. تياغو سيلفا عنده كرة في الطرف الأيمن، حكيم زياش ينقل كرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة التقدم في اليمين، وصلت عن طريق شالوبا زياش، تمريرة في الطرف الأيمن عرضية لا ترسل، لكن لفريق تشيلسي الذي يعني بالإمكان أن نقول هناك محاولتان لفريق تشيلسي. جينيو عودة للخلف من جديد، شالوبا تمريرة في الطرف الأيمن، جالاجر عنده كرة يحاول فيها الأسود الجريحة نادي تشيلسي في اللحظات الأخيرة. هل يعود كوكوريا في الاستلام؟ كوكوريا عودة للخلف، ميغيل آلميرون مصلحة فريق تشيلسي. جورجينيو، ادوار ميندي يتقدم تشيلسي من اجل التعادل، من اجل العودة بنقطة من ملعب سان جيمس بارك. كرة منقولة داخل منطقة الجزاء، يحاول ادوار ميندي، الكرة مقطوعة، ادوار موجود في الامام بينما انطلاقة جوينتو شاهد ميندي، هنا ميندي. المباراة انتهت، ولكن الصراع ما بين لاعب الفريقين داخل أرضية الملعب لم ينتهي. هنا ما بين كاي هافيرتز وبعض من لاعبي فريق نيوكاسل. المباراة انتهت. نيوكاسل